السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل غدا يوم الجمعة وهنزود شوية لأن عندنا ضيوف. يا رب الأكل تعجبكم والوصفة والطريقة كمان تعجبكم وتستفيدوا منها. المشاوي كل البيوت بتحبها مفيش يعني حد بيكرهها أبدا، وبنحب كتير كتير نشتريها من بره، بس بتبقى أسعارها متفاوتة وغالية شوية. يلا هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وكمان ريحتها هتبقى تحفة وهتلموا الجيران عليكم. يلا نشوفها. الكفتة هنا كانت حلوة قوي وسهلة خالص، وزي ما احنا شايفين مستوية من جوه وطرية وهشة، يعني طريقتها سهلة واقتصادية هتخرج لك كمية حلوة قوي. اول حاجة هنا معايا اوراق مخلية وكمان بالعظم، يعني ده ينفع وده ينفع، ومعايا هنا 7 بهارات وبابريكا مدخنة وملح وفلفل اسود وبصلتين كبار كده وطماطمايه وفلفل حامي. الفراخ هنا انا غسلتها كويس، المخلية انا نزع الجلد منها، وكمان في سليمة. الحاجات دي ضربتها مع بعض، البصل والطماطم والفلفل الحامي، علشان كلهم كده يبقوا سهل عليا خالص ان انا اتبل بيهم. وكمان شلت شوية بصل من غير تتبيل، بصل سادة لاني هحتاجه. نزلت هنا بالفلفل الاسود والملح والبابريكا المدخنة والسبع بهارات. وهنا دول كانت عصرة ليمونة واحدة ومعلقة واحدة خل ابيض. عايزة تستغني عن الخل مفيش مشكلة. ضروري ندعك الحاجات دي كويس قوي مع بعض مع البهارات عشان تديكي نتيجة حلوة وتست عالي. هنا انا اخدت اول حاجة الاوراق المخلية، هتبلها كده كويس واحط كله فوق بعضه عشان عايزة يشرب من التتبيلة. كل ما كانت الفترة اطول كل ما خدتي تست عالي. الحاجات دي حلوة قوي قوي، لما نعملها في البيت هتبقى موفرة خالص. وهنا هاخد الدبابيس برضو خدها فوق بعضها وهتبلها. والاجزاء اللي هي مش مخلية بين الجلد واللحم نحط ضروري علشان تتشرب كويس قوي. يعني البنات اللي لسه داخله المطبخ تتبل كده بعد ما تغسل الفراخ كويس قوي وتحطها في محلول النقع اللي احنا عارفينه، الملح والسكر وورق اللورة، ولو عندك ليمون شرايح. كل الحاجات دي تتحط مع بعض وتدوب وتنقعي فيها الطيور بتاعتك. بعد كده بعد ساعة ولا حاجة تبتدي تشطفيها كده. خلاص انا تبلت وقلتلكوا على محلول النقع. ده هنا نص كيلو لحمة مفرومة، عليه من 50 ل100 جرام ليا ضاني. ومعايا هنا بصلة كبيرة حلوة كده هعصرها من ميتها وهنزل بيها على اللحمة المفرومة بتاعتي. الطريقة دي اقتصادية، اللي مش عايز يضيف برغل بلاش منه خالص. البرغل ده كوباية صغيرة منقوعة في مية دافية هتخرج لك الكمية اللي في الطبق دي. يبقى النص كيلو ياخد كوباية صغيرة منقوعة، عليها بصلة متوسطة مفرومة ناعم، عليها من 50 ل100 جرام ليا ضاني. وهحط هنا على طرف المعلقة شوية بيكنج باودر. الكفتة ما بتحتاجش بهارات يا جماعة، بتحتاج ملح وفلفل اسود بس، شوية بقدونس صغيرين. لو انتي عايزاه زي ما قلت اقتصادية هتشيلي خالص البرغل ده، لكن البرغل طعمه حلو وفوائده كتير وكمان هيزود لك الكمية. البصل، البقدونس، الملح والفلفل الاسود، اللي هي كل الحاجات دي. البرغل هنزل بيها في الكبة بتاعتي، وهركن دلوقتي الكفتة بعد ما ضربتها في الكبة. هجهز هنا سلطة البنجر، ليه؟ علشان تاخد وقتها كمان في الدريسنج بتاعها. هنا انا سلقت البنجر بتاعي، قشرته. في ناس ما بتحبش تقشره، بتغسله وبتسلقه كده. ايدي هنا كانت لونت، سلقته. المهم هجهز له دريسنج بتاعه. هنا دول 3 فصوص توم، هنا معلقتين خل ابيض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب كل ايامكم تكون عامرة بذكر الله. دي معلقة سكر، لو عندك عسل ابيض يستحسن. ضروري سلطة البنجر دي. وهنا دي رشة ملح خفيفة. الدريسنج بتاعها تفضل فيها فترة علشان تديكي طعم وتست حلو. هي مفيدة ولذيذة قوي قوي، اللي ما جربهاش يجربها مش هيخسر حاجة. البنجر عموما
له فوايد ممتازة أو أكتر من ممتازة للجسم. وهنا دول شوية زيت زيتون. هدوب بقى الحاجات دي مع بعض وهسقي بيها البنجر اللي أنا سلقته. أكلة سهلة خالص ومفيدة وكمان شهية. اعمليها في البيت لولادك مش هتخسري حاجة، أحسن ما تشتريها من بره برقم. انتي هتشتري اللحمة المفرومة وهتشتري الفراخ بتاعتك وهتشتغلي على الحاجات دي، مش هتاخد معاكي ساعة، وباقي الوقت في التسوية وإنه يشرب من التتبيلة. رحت فين أنا كل ده؟ بجيب شوية من مية سليق البنجر. أنا بحب المية دي قوي، ولما بحطها على تتبيلة الدريسنج بتاعها بتديني طعم أحلى وأحلى. هسقي كده البنجر المسلوق بتاعي وهسيبه في التلاجة لغاية ما اخلص خالص. اعملوا كده في الوقت ده، صدقيني هتستمتعوا قوي قوي بالسلطة دي. وممكن تعمليها كمان من غير ما تكوني عاملة مشاوي، يعني ممكن تعمليها مع الأكل العادي، بس أنا بحبها هي وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء مع المشاوي، فعشان كده بعملها. دول شوية شبت، بقدونس بقى شبت الموجود عندك. كل الحاجات دي كده بقى هخليها مع بعض وهدخلها التلاجة وأطلعها وقت التقديم أو وقت الغدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هرجع بقى للكفتة بتاعتي. لا دي الفراخ كده انا حطيتها في الصينية وهدخلها الفرن وهدخلها على درجة حرارة عالية مش هادية. دي الأوراق مش المخلية هشويها على البوتاجاز من فوق كده. الشواية دي عادية خالص. سخنتها قوي، ضروري تكون سخنة لما تدخلي الفراخ أو تنزلي بالفراخ عليها. باردة لا، لازم تكون سخنة. ولو عايزة تمسحي الشواية بتاعتك أو اللي فوق اللي هي الصاجة دي اللي فوق، عايزة تمسحيها بقطعة ليا هتديكي تيست حلو قوي. جربوا تعملوا الحكاية دي. كده أنا رصيت الأوراق بتاعتي، هسيبها شوية على نار عالية، ضروري تفضل على نار عالية في البداية، وبعد كده هخلي النار متوسطة والنار عالية كده، نقلب فيها يمين وشمال، وبعد كده نهدي النار للمتوسط. الأوراق عموما ما بتاخدش وقت خالص، أسرع حاجة بتستوي. هي كده خلاص داخلة على استوى بعد ما كشيت لها شوية. وهنا أنا كنت عملت الرز ده عملته معاكم كتير قبل كده، طريقته سهلة وبسيطة. انتي بتدبلي بصلة وبتحطي عليها قرفة سيجار، لومي، بتحطي عليها 7 بهارات، بتحطي كركم، بتحطي كاري، بتحطي مسمار، بتحطي زي ما قلت قرفة سيجار، فلفل اسود، جنزبيل. كل الحاجات دي بتشوحيها مع البصلة وبتنزلي بالسائل بتاعك. لو رز بسمتي السائل قد الرز مرتين، يعني لو كوباية رز عليها كوبايتين سائل. لو رز مصري زي ما انا عاملاه كوباية الرز عليها كوباية مية. هنا بقى رجعت للكفتة بتاعتي بعد ما سبتها بقى شوية مع نفسها كده ترتاح. دي مية البصل اللي انا خدتها من البصل اللي ضفتها ليها. بظهر معلقة كده هتبتدي تصبعي الكفتة بتاعتك، عايزاها كبير، عايزاها صغير، عايزاها اي شكل ايا كان، اعمليها زي ما انتي بتفضليها. كده بعد ما سبتها ارتاحت كانت متماسكة وحلوة وطعمها وتستاهل هايل قوي. الكفتة دايما التست بتاعها يعلى بايه؟ بقطعة اللي انت بتضيفيها بالملح والفلفل الاسود. الكفتة ما بتحطلهاش بهار خالص، ملح وفلفل اسود. كده الاوراق بتاعتي كانت استوت. زي ما انتوا شايفين جددت قطعة ليا ونزلت بصوابع الكفتة. لو عايزه تدخلي الكفته دي الفرن وبرده هتحطي لها قطعه ليا دخليها، لو انت كده كده اوريدي مشغله الفرن. بس انا عشان كانت الشوايه عندي من فوق برده شغاله، نزلت بالكفته قلت اسويها فيها كده بسرعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاكله دي لو عندك ضيوف، يعني لو من 5 ل6 افراد هتكفي، وكمان لو زياده نفر كمان هتكفي. نص كيلو اللحمة المفرومة وكمان عدد الأوراق، يعني اللهم بارك كفة وزيت كمان.
هتفضلي كده متابعة الكفتة بتاعتك لغاية ما تحسي ان هي استوت خالص زي ما احنا شفناها كده. اللهم بارك، كانت الريحة تحفة جدا. كده الاوراق بتاعتي كانت خرجت، وسخنت فحمة حطيتها في ورق فويل، ونزلت بشوية زيت عشان ناخد ريحة الشوي. وكده كنت خلصت. الكفتة كانت تحفة، والاوراق كانت مستوية، والرز طعمه هايل. اعملي لولادك، ما تكسليش. اوفر كتير كتير من بره. يا رب دايما تكونوا بخير. يا رب يصلح حالكم جميعا، وكل وصفات يا رب تعجبكم. لو عجبتكم قولولي في التعليقات. مش هتخسروا حاجة لو عملتوا لايك واشتركتوا في القناة. وطبعا ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين.